الولد المسكين ده كان قاعد بياكل مع جوز والدته، ووالدته ما كانتش موجودة في البيت. جوز والدته ما عندوش رحمة، حاطط لنفسه كل الأكل الجميل، مدي للولد حتة عيش وقال له بعد ما تخلص هتقوم تغسل الأطباق وتنظف البيت. وفجأة زوج الأم سمع الباب بيتفتح، قام بسرعة بدل الأطباق. دخلت الأم فقالت لهم ايه الأكل الجميل ده؟ قال لها اقعدي جيب لك الطبق بتاعك، ودخل المطبخ. فالأم بتقول لابنها انت كويس؟ قال لها كويس. بتمسك ايده فالولد اتألم. قالت له ايه اللي في دراعك ده؟ جوز امه من وراها بيبص له كده وبيهدده. قال لها مفيش يا امي، ده انا وقعت في الارض. فالام شكت في الموضوع، قالت له طيب انا نسيت التليفون بتاعي هنزل اجيبه. مجرد ما خرجت زوج الام زعق فيه وقال له هو انت كنت ناوي تقول لها؟ انا هعرف اعاقبك كويس. هنا الام دخلت فجأة قالت له انا سمعت كل حاجة، اللي يكره ابني انا اكرهه، البيت ده بيتي، اتفضل اخرج بره وانا هطلب منك الطلاق. طالما قبلت او قبلتي انك تتجوز وفي طفل صغير في البيت عامله بما يرضي الله، مش هتخسر حاجة صدقني.